قصة نصب جديدة، والمرة دي بطلها السسبنس ده. لا بجد قصة نصب جديدة، وبرضو الناس ما بتتعظش. امبارح في حد بعت لي على الانستجرام عشان جايب كوتشيات المفروض انها اوريجينال من صفحة اونلاين، فكان شاكك انهم مش اوريجينال، فبعت لي يستشيرني. فعلا طلع نصب ومش اوريجينال. فتعالوا بقى احكي لكم ايه اللي حصل وازاي تاخدوا بالكم من النصب اللي زي كده. يا مساء الفل. طبعا انا كل شوية اعمل فيديو افضل احذر الناس واقول يا جماعة خدوا بالكم، الاوريجينال وبالذات الاحذية يتجاب من البراند الرسمي، بس مفيش فايدة. تاني يا زكي. تعالوا كده واحده واحده احكي لكم ايه القصه اللي حصلت. في حد منكم بعت لي على الانستجرام، بعت لي كده بالنص الجزمتين دول شاريهم انهم اوريجينال بس حاسس انهم نصب، حضرتك شايف ايه؟ واستاذنك سرعه الرد عشان لو كده ارجعه. وطبعا انا استاذنته استخدم المحادثه في الفيديو. المهم ايه بقى، هو جايب كوتشيين، وبالصدفه كوتش انا لسه منزل عليه مراجعه من كام يوم، اير فورس سي ار 7. فطبعا لاحظت من صور القطعه اللي مبعوتها له انها حتى مش شبه الميرور اللي انا كنت صورتها لكم في المراجعه. واللي مش متابع او مش فاهم، ميرور دي يعني اقرب حاجه في الحاجات التقليد للاوريجينال. فاول حاجه بصيت عليها البطانه اللي انا نبهت عليها في الفيديو، طبعا مختلفه تماما عن اللي في ايد كريستيانو رونالدو، بالتالي هي اصلا مش اوريجينال. وطبعا بعت له الفيديو وفهمته الفرق، وفهمته ان هي كده اكيد مش اوريجينال. والفكره كمان سعرهم مستحيل يكونوا اوريجينال، اسعارهم يا دوبك زي اسعار الميرور اوريجينال اللي هو التقليد يعني. بس الحمد لله هو كان حظه حلو، لان كان حصل لخبطه في الاوردر وما كانش حاسب لسه على الاوردر، وحظه برضو ان انا شفت الرساله بدري، فبالتالي الحمد لله لحق يرجعهم قبل ما يدفع فلوس وقبل ما يتنصب عليه. بس عارفين كمان اللي يضايق اكتر، ان الحاجه اللي مبعوتها له دي اصلا اسعارها زي اسعار الميرور بالظبط، فليه يضحكوا على الناس؟ ما تقول يا عم انها تقليد. وبالنسبه بقى للناس اللي بتصدق وتشتري، ليه من البدايه يا جماعه ما نسمعش الكلام؟ انا عامل على القناه فيديوز كتير جدا نبهت من الموضوع ده تحديدا، قلت يا جماعه بلاش تشتروا حاجات اوريجينال الا من البراند الرسمي، وبالتحديد الاحذيه. وقلت حتى لو في تاجر بيبيع كوتشيات اوريجينال بره البراند، هيبقى عنده مثلا بعض المقاسات من بعض القطع جابهم من بره مصر وقت خصومات مثلا، مش عنده بقى كل موديلات الكوتشيات بكل مقاساتها. ده غير برضو ان التاجر يكون عنده مكان معروف، او على الاقل موقع الكتروني او ويب سايت مشهور. مش هروح كده الاقي صفحه اونلاين لا ليهم مكان ولا ليهم ويب سايت مشهور يبقى عندهم كل الماركات بكل الموديلات بكل المقاسات ويقولوا لي بنبيع كله اوريجينال فصدق، يبقى انا كده بقى من الاخر رايح يتنصب عليا بمزاجي. والحاجات دي بشوفها بعيني، وبنبقى عارفين الناس دي اللي بيشتغلوا الناس ويبيعوا لهم التقليد على انه اوريجينال، يروحوا يجيبوا الحاجات التقليد عادي جدا، بس طبعا الخامات اللي هي الميرور اللي كده كده موجوده في السوق، بس يبيعوها بقى على اساس انها اوريجينال. وهبقى اديكم امثله على ده. او يقولوا انها ان اوثرايزد اوثنتيك اللي هي يعني نسخه اصليه غير مصرح بها. وازيدكم من الشعر بيت، وهحكي لكم النصب ممكن يوصل لحد فين. كنت بتعرف على تاجر جديد فبندردش سوا بقى وكده في الخامات. تخيلوا بقى يحكي لي ايه، ان موظف شغال في شركه احذيه عالميه بدون ذكر اسماء، بس هي واحده من اكبر براندز الاحذيه في العالم. المهم ايه بقى، قال لي ان الموظف ده من وقت للتاني بيجي له ياخد منه كوتشيات. بيعمل بيها ايه بقى؟ تخيلوا مثلا جت عميله مره عندهم الفرع في البراند، كانت عايزه كوتشي معين بس مش موجود في الفرع، فالموظف ده عمل ايه بقى، خد رقمها كده من بره وفهمها بقى انه هيعمل معاها واجب، انه هيتصرف ويجيب لها الكوتشي اللي هي عايزاه بس مثلا من فرع تاني. طبعا اكيد العميله بقى انبسطت وفكرت ان هو كده بيعمل معاها واجب وبيعمل معاها الصح، ويمكن تكون شكرته كمان على اساس بقى ان هو كده بيعمل معاها واجب يعني. بس الله يسامحه بقى، راح جاب التقليد اللي هي الميرور من التاجر اللي انا بتعرف عليه ده وبيحكي لي، وراح طبعا قابل العميله واداها لها على اساس ان هي اوريجينال. نصب باين يعني. فتخيلوا شوفوا النصب ممكن يوصل لحد فين. وانا اصدق جدا القصه اللي حكاها لي التاجر ده، لان فعلا في حاجات قدامي شبه كده بتحصل كتير. بس ممكن حد بقى يسالني يقول لي معنى كده يا مصطفى ان اي تاجر بيبيع احذيه اوريجينال بره البراند يبقى نصاب؟ طبعا ماليش ان انا اقول كده خالص، بس انت لازم تاخد احتياطك. يعني مبدئيا قبل ما اروح اشتري من بره البراند كوتش اوريجينال، لازم اعرف الكوتش ده ايه بالظبط وسعر الاوريجينال منه كام. جوجل مش مقصر معاك في حاجه عشان ابقى فاهم الدنيا رايحه منين وجايه منين من سعر الاوريجينال عموما. مش هروح كده اصدق اي حد بيقول اي سعر. ويمكن اديت مثال على كده في حلقه فاتت، واحد كان باعت لي ان هو جاب كوتش اوريجينال من بره البراند بحوالي 400 جنيه بس، واصلا الكوتش سعره في البراند 3000 جنيه، ومقتنع جدا انه اوريجينال وبيقاوح فيا لمجرد ان الكوتش جايب بوكس. وطبعا احنا قلنا قبل كده البوكسات والكلام ده ملهاش اي 30 لازمه يعني. المهم انه عمال يقاوح فيا. اقول له يا ابني ازاي ب 400 جنيه والكوتش الاوريجينال ب 3000 جنيه؟ امال التقليد هيبقى بكام؟ وبرضه اديت مثال تاني لواحد لقيته على النت بيبيع كوتشيات، فقلت ادخل اساله. هو طبعا ما يعرفنيش ولا حاجه لاني داخل بكلمه من اكونتي الشخصي، والنصاب يقول لي الكوتش اوريجينال ب 1650 جنيه مع انه في البراند بحوالي 8000 جنيه. وبرضه اديت مثال تاني لمصنع في الصين تواصل معايا وبيقلدوا الاحذيه الاوريجينال بالظبط وبخامات عاليه بالبوكس بقى والاكسسوارات والحركات دي كلها. تبص اصلا للبوكس لوحده كده واكسسواراته قلبك ينشرح، وانت طبعا كسبون عادي هتشوف الشكل ده كله طبعا اكيد هتتغش.
فالمهم يعني هم بعتوا لي عشان نتعامل سوا، وكانت اسعارهم عاليه. فانا المهم عمال بكلمه وبحاول اجيب اخره ايه في الكلام، فبيقول لي لا ما هو انت بتبيع الحاجات دي على اساس ان هي اوريجينال. طبعا قلت له شكرا ملناش في الشمال. فاول حاجه زي ما قلنا لازم اعرف انا بشتري ايه وسعر الاوريجينال منه كام، وتاني حاجه هل ده تاجر له مكان او محل يعني، ولا عنده بعض المقاسات من بعض القطع، فاللي هو نقول ماشي جابهم من بره مصر وقت خصومات، او حتى عنده ماركه معينه هو واخد توكيل ليها مثلا. انما ما اروحش لصفحه اونلاين لا ليهم مكان ولا ليهم اي حاجه معروفه ولا ليهم ويب سايت معروف ولا عندهم كل الماركات بكل الموديلات بكل المقاسات، فساعتها بقى شك قوي كمان. وطبعا الفيديو ده انا بنبه على الاحذيه الاوريجينال اللي من بره البراند عشان تاخد حذرك واحتياطاتك كويس. انما التاجر اللي بيقول كده ان الحاجه تقليد خلاص تمام. وخليك فاكر ان النصاب محتاج واحد طماع. واحكوا لي برده في التعليقات لو حد فيكم اتعرض لاي قصه نصب زي كده برده. وبس كده، استودعكم الله، سلام. حمر البانيه ولعت شويه لغايه ما تخلص. حمر ما هيعمل صوت يا عم، نصور فيلم في هوليوود.